بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشاكم خواتاتي، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر الأعمال الصالحة يا رب العالمين. حبيت خواتاتي اليوم نشارككم خدمت مقروط مقلي. مقروط المقلاة جاء بنين ما شاء الله تبارك الرحمن، ناجح من أول مرة. شوفوا معايا الطريقة الأخير. درت هنا 2 كيلات سميد متوسط، يعني تشيشة تاع المقروط سميد متوسط. عندي بقى من الكيلو بقى لي ربع. هذا درتو انا، هي في الحقيقه 2 كيلات من السميد المتوسط فقط. انا كي تبقى لي هذاك ربع قلت نخليه درتو. عندي 2 كيلات شيشه تاع القلب اللوز، يعني الخشين، سميد خشين. راه كاين على نوعين شيشه تاع قلب اللوز، كاينه اللي تعود خشينه ياسر ياسر ديك في القلب اللوز وما تجيش مليحه، وكاينه اللي خشينه يعني غليظ مليح، معناتها جاي شويه يجي رقيق شوي، مش رايح خلاص. حبه فيها 2 كيلات شيشه متوسطه و2 كيلات شيشه تاع قلب اللوز المليحه، مش الخشينه كامل ديك مارقه كاع. درت 2 ملاعق كبار سكر وملعقه ونص ملح. عندي هنا 4 ملاعق كبار فرينه، يعني هذا عبرت بهذا العلبه تاع المارقه تاع الصومعه تاع المدينه. جاد فيها 2 كيسان، الوحده فيها 2 كيسان. اللي تعبر تحب تخدم بالكاس دير 2 كيسان سميد متوسط و2 كيسان شيشه تاع القلب اللوز، ودير معاها كل كاس ملعقه تاع فرينه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني مليح. ودير ملعقه سكر والملح على حسب الذوق. هذيك سباتيول اللي نوريتها يعني هي اداه مليحه ما شاء الله، تمسحي بها تجبدي بها هاك الزيت المقله، تعودي تفرقيها. يعني مفروض في كل مطبخ موجوده هذيك سباتيول. كنت نوري فيها ونعاود، نفعتني ياسر. زدت هنايا لافاني وبديت نبسس فيها. 2 كيلات سميد متوسط، 2 كيلات سميد خشين تاع قلب اللوز، 4 ملاعق كبار فرينة، يعني هي في كل كاس ملعقة. علبة تديري 2 كيسان، وملعقة ونص ملح، لافاني والسمن. السمن داك كما شفتوا العلبة بدات لي بقى فيها هاك الا اسبوع، داك عمرته زيت، كملته زيت. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. وراني بديت نجمل فيها ونحك بيديا، نحك مليح مليح حتى نتاكد بلي دوك الحبيبات راهم طراو وشربوا طراو. يعني لا سميد ما يشربش الليدان. كاين اللي يقول لك نخدمو في الليل نبيتو باه يشرب، ما يشربش. انا ما نبيتوش كامل، نحك ونخدمو مليح. السميد يشرب فقط الماء. شوفي كي شتيتي تبيتيه سمانه في اليدام يبقى هو بصح كون بيتيه ليله 2 3 في الماء يبدا يحماض، يبدا يخمل، يبدا يعني الماء يشرب السميد. هذه كمعلومه فقط، عمره ما يشرب ليدام. هي فقط انك تسهل على روحك العمليه، تخدمي في الليل تبيتيه باه الصباح تلقيه واجد، تبداي مباشره في الخدمه تاع المقروط. هذه صح، مش حكايه انه يشرب. درت هنايا هذه العلبه هذه نصفها ماء زهر ونص الاخر ماء دافي. دفيته شويه يعني شوفي كيفاش دفيته، وبديت نبخ فيه بشوي مباشره. نبقى نخدمو منه بليدام نبسو مليح. بديت نخدم ندير في الماء، نبدا نرش فيه بشويه، وراكم كيما تشوفون كانني نفتل فيه، يعني نهز هاك نفتح الحبيبات نفتحهم ونفتل بالماء ومزهر. ما نعجنش، راني نخدم هاك ونبخ بشوي.
نفتح مليح في الكرابع هذوك ونحاول ان ما يدخلهم الماء. بيت خواتاتي في هذا الفيديو نطرق نطرق الموضوع يعني نكثروا وحنا نخدموا في الفطور نكثروا الاكل، نكثروا الطياب حتى نضطروا انها تقعد. هذا يسمى التبذير، الله المستعان. نطيبوا ماذا بينا نطيبوا قدر. شوفوا هنا انا درت نصف الكيله والنص الاخر نخليه من بعد. هنا خليته يشرب، قطيته مليح خليته يشرب. رحت للتمر تاعي وجدته نقيته وفورته. كنت تشوفوا الكسكاس فورته كنت معاه ندير في الاشوار. قلت له ثم يعني تخدم مليح. من بعد فكرت كش ما كاين علفه نسيت هكذا يفسد الاشوار تاعي. درته في الصحن في الطبسي. درت ملعقه كبيره مارغرين وملعقه صغيره او على حسب الكميه قرفه، لا عاد عندك قرنفل ديري شويه. ودرت 2 ملاعق كبار جلجلان. درت قليل من المزهر لاني مفورته راه يعود طري، خليته برد. بعد بديت نخدم فيه نعركو مليح مليح قليل من المزهر هذاك فقط، ما زدتش لانه اصلا راهو رطب وفاير. وبديت نعرك فيه ندخل كامل المكونات مع بعضها. كما قلت في الموضوع تاعنا نحاولوا اننا نطيبوا قدر. اذا معناتها قدر ربي وكان تيسر من الاحسن انك في ذيك قبل الفطور قبل الاذان تحاول انك تضوي جارتك، واحد عندك معناتها محتاج مسكين فقير مساميك حتى تكون محسوب لاباس بها ماديا ضواقه على من باب افطار الصائم. حتى هي مش تعود ضواقه برك ما عليهش نمد صفحه قبل الاذان. من بعد كي نفطر قعد حتى يقعد هذيك ما نرميش. اي بطبيعه الحال ما كاش اللي يرميها في ذاك الوقت. نخلوها جالس للقدوه مثلا تعطي الاطفال تاعك راهم يتغداو اللي عندك حسب دراري صغار تغداو وقعد لك ثاني لقيتيه قاعد ياسر. تقدر تمد اذا كنتي ماكش رايحه تحطيه تعاودي تحطيه. كاين ناس ما يحبوش يحطوا محسب لي البارح نحطها اليوم. هنا شوفوني درت دهنت يديا بالزيت وجبت هنا هذا الغطاء بلاستيك ورق الزبده وحطيت فيه حرابش تاع التمر هاك وخليه على جهه استعان بالزيت باش ما باش تساعدني. رجعت هنا للسميد تاعي او العجين تاعي لقيته شرب الماء. هنا نبدا نحل فيه بشوي يعني تكربع نبدا نحل فيه بشويه مليح مليح حتى نتاكد من اني حليته كامل. قلت لك صباح ثاني قعد عطيتي لاطفالك وقعد وحسيتي روحك عارفه ما تحطيهش. اذا كنتي مش راح تحطيه من بعد في الفطور ما نرموش. نروح نمدو لجارتي عندها اطفال مثلا صغار. هنا نحيت هذه على جهه باش من بعد كي نعود نحربش في المقروط تاعي نديرو من فوق ياخذ لي شكل انه مرملها. قلت نجرب انا شفت هذه الطريقه شفتها في اليوتيوب هنا كنت نديرها. نحيت قدر حفنه وبخيتها بالماء ومزهر داك اللي خليته قبيل. وكي بديت نبخ فيه بشويه ونشوف ونفتل فقط بالاصابع فقط ما نعركش يد مفتوحه دائما يعني تفتحي برك في الكرابع ديك نفتح فيه. لقيت روحي بخيتو ياسر نزيد شويه من هذاك التيشال راهي قدامك والامر راه في يديك. كان حسب كثرتي الماء ومزهر زيدي شويه من التيشال. كان حسيتيها ناقصه زيد بخي شويه الماء ومزهر نزيد نبخ. انا نتكلم مع المبتدئات يعني عارفه ما شاء الله كان الجزائريات شاطرات في المقروض. انا نقول ديري لاني نخاطب في المبتدئات بناتنا الصغار ان شاء الله نتعلموا كامل. راني مازلت اني نتعلم يعني من اليوتيوب الحمد لله رب العالمين. من بعد هنا خليته مره على جهه قدر دقيقه او 2 لقيته شرب رجعت ليه لقيته شرب. نفتح هنا نبسط باليد. قلت نجرب اني نبسط باليد احسن ما اني ندير بالاصبع هكذاك. ودرت التمر هذايا درت التمر الحربوشه تاع التمر لقيته واجد يعني حكم روحو
ونحط هكذاك ونسكر. فنرجع للموضوع تاعنا. كي نعطي لجارتي صباح عفوا ما نحطوش نمدو لجارتي عندها مثلا اطفال صغار، نقولها كي راني نشد الاطفالي انا ونبعث لها يتغداو به. هي الجاره هذه تحب انها صح تمدو اطفالها، اذا عجبها الطبق تخليه عادي قال الليل، خاصة اذا كانت يعني محتاجه ماهيش كاين في هذا الوقت اللي مسباه فطوروا وما يلحقوش. ماذا بينا نعاون بعضنا، المهم ما نرميش، المهم القاعده تاعي تقول ما نلوحش. نحطو عادي لي انايا وعائلتي، لا تعرفه باللي زوج ما يقبلش واولادي ما ياكلوش نمدو لجارتي اكيد مدي اعطيه لاطفالك، راني شديت انا لاطفالي قسم يتغداو هكي تسخنوا لهم وهي حره تعرف واش دير. ونحاولوا ان تعود عندنا يد مقتصده، ما تعودش يد يعني ولا تبسطها كل البسط، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد. مش حافظة الآية كاملة، فيه على ما أظن في سورة الإسراء موجودة هذه الآية. يعني ما يعودش إنسان شحيح كامل وما يعودش بسطها قاع هكا مفتوحة طول حتى يبقى مع الأيام الأخرى ما عدوش. حاول الإنسان أن يكون مقتصد. هنا شوفوا درت بهذا الطابع تاع المقروط، بعد ما حبشو درت من هذاك اللي خليته على جهه قطعت يعني فقط منور. كيما شفتوني عدلتها بالكوربات هاك على جهه، عدلت يعني الحبوش تاعي. ماذا بيك تخليه شويه بومبي، مش نبسط بيدي هاك بكفي، نخليه نعدل نسويه ومن بعد بالاستعانه بهذا الطابع فقط منور ونبدا نقطع وراني نعدل يعني بشويه بالوقت عندك. وخدني عادي خدمه متقونه مليحه زينه، مكانش كاع اللي راه يجري من وراك ويقصر فيك. دائما تعود الخدمه متقونه، اذا عمل احدكم عملا عليه ان يتقنه تعود مليحه. هذا المقروط خدمته لخويا ربي يحفظه ان شاء الله يرجعوا له في العافيه، راح للعمره قال ديروا لي مقروط، هذا راح لمكه ان شاء الله ربي يجعلنا من زوارها، اللهم امين يا رب العالمين. درت هنايا كما كنتم تشوفوا دوك الرشمه هذيك زدتها حمقتها بالسكين هاك بالخدمي وراني نحط على جهه. اي قدامك تلقي تشقق ولا حاجه سكريه باش يعني ما تظني بلي ما يتحلكش في المقله. هي من الاسباب انه كاين ناس اللي تقول تشكي تقولك تحل في المقله، يا اما ناقص ناقص ماء والله نكثر اللي دام ياسر. هي دير بالمقادير المضبوطه والماء راه في ايدي العجينه هذيك. شوفوا الحبه الاخيره درت لها رشمه هاك على شكل يعني الورقه، وهذا مبين تاع الطابع. هنا شوفوا اني قلت تشقق بديت نسكر فيه، تحاولوا انها ما فيهاش كامل تشقق نخدمها. وراني ملي كنت نخدم فيها ثاني نبخها مليح ونخليها تشرب ونشوف تعود عجينه مطاوعتني. اذا كانت تشقق ولا ما تتحل عارفه بلي راها ناقصه ماء نزيد لها الماء ومزهر ونخدم. وهنا درت في المقله بشوي برك يعني ما تخاف ما تحطش هاك بايدها دير بالملعقه. ستفت كامل وجامي نحط الملعقه ما نمس ما نقلب ما والو، تعود غارقه في الزيت. النار متوسطه ما هي مطلوقه كامل يعني يحرق وما يطيبش، ما تعود ناقصه يشرب الزيت. تعود النار متوسطه. انا درتها في الشاب يعني هو كبير مش فوق الكويزينير. تعود النار متوسطه درت كامل العيون تاعو متوسطين وخليت عليها طيب في الزيت يعني عائم. ورجعت هنا العجينه تاعي بخيتها وراني نخدم. شوفوا كانني نفتل ندخل فيه بشويه وراه في يدي كي نحسها ناقصه ماء نبخ، كي نعرفها هذيك هي نبدا نخدم ونخليها ترتاح قسمه تشرب قس دقيقه اثنان نخدم حاجه اخرى ونرجع ليه. هنا رجعت لي هذيك القطعه الصغيره اللي قعدت لي من الحربوش الاول نرجعها للعجينه بعد ما تشرب لي الماء نرجعها نخدمها معها وسهل. ان شاء الله تكونوا فاهميني والموضوع ان شاء الله يكون مهم وفي وقته باذن الله تعالى.
هنا راح قلت روح ما صورتش من كنت نحفيه من الزيت، نحوه بالحباب بهذيك الشبكة هذيك حبة ولا اثنين، مهم بالعقل نحاول اني باه ما يتكسرليش بالعقل. ودرت في العسل مباشرة من الزيت للعسل، يعني من المقلة للعسل، ونخلي عليه ونلوح هذيك اللي خدمتها الاخرى ونخليها طيب. نهار اللي نعرفها قريب راح يطيب الفوج الزاوج قريب راح يطيب، نروح نح المقود تاعي من العسل ونلوح اللي طابت هذاك، ونلوح هذاك فوج الزاوج نلوحو في العسل اللي طاب في الزيت نلوحو في العسل، يعني نخلي له البلاصه. ونروح نلوح هذيك العجينه اللي خطبات ونرجعو للزيت. يعني 3 راهم يستناو، واحد في المقله وواحد راهو في العسل وواحد راهو لسه راني طبعته. نحداك من العسل اللي كان في العسل نحو، نروح نحلو في المقله نحطه في العسل، واللي راه يستنى عجين نروح نحطه في المقله. اذا كنتي معناتها لسه محسوب طابلك ولسه ما كملتيش نطفي على الزيت ما يفسدليش، نطفي على الزيت نكمل انا العجين تاعي الطابع تاعي نكملو، بعد نعاود نشعل الزيت ديجا يعود شويه حامي نشعل عليه يحمى شويه برك ونروح نلوحهم هذوك وهاي العمليه سهله. هنا هاني تاني درت لكم حربوش واحد اخر. في ذي الحاله رحت خدمت الطول بصبعي، بدا يفوتني الحال حق وقت الفطور، خدمت الطول بصبعي هكذاك وسكرت وما درتش هذيك تاع السميد، لاني يعني الزيت تاعي تعمر سميد. مالا قلت لكم اول مره نجرب هذه الطريقه اني ندير من فوق السميد هذه نشوف ما نديرها، لقيت تما هي نفس الشكل نفس الطريقه معناتها عادي. من الاحسن اني قلت ما نديرش خير باه ما الزيت ما يفسدليش، ما عرفوا تحرق هذيك التيش هذاك السميد يحرق في الزيت وبعدها يفسد. ما من الاحسن قلت ما ندير، درتها مره واحده في الحربوش الاول فقط، من بعد كملت عادي كيما ما خدمت ما كملتش به. هذه كمعلومه قلت نفيدكم بها، انا يعني لقيتها قلت جربتها وقلت نفيد بها خواتاتي ان شاء الله ما نبخلش عليها. ان شاء الله تجربوها وعينكم مغمضين. بتشيش هاد القليضه والله جا ما شاء الله. العسل قعد يعني شديت حبات قعدوا 3 ايام حتى النهار الثالث في الليل كي عدت نشرب القهوه لقيت العسل هو بعد قعد كل يوم يطلق بشويه العسل ده كل يوم يطلق. هي من الاحسن نديرو في الكيسات، انايا شفت المغرب ما نديروش في الكيسات لانه يعني ينشف عادي نهار الاول معسل وبعدين ينشف وتعودي عاودتو على مرتين انا تعسل. مالا كي نديرو في الكيسات كي يطلق شويه مش يطلق بالياسر ياسر يطلق بشويه، يعني نحطها في الكيسات تاعو كي تطلق تحطها في الكيسات تعاود كي تبي تشربها الحبه احسن خير من نديرو بلا كيسات. هذا درتو بلا كيسات ومش عارفه كاع كيفاه راه وصل له ثما. المهم انا كنت معونه ندير كيسات دابو عليا قالوا لي ما كان لا راه اصلا يشرب. بصح هذا حقيقه الله يبارك تيش هذيك القليضه ذيك كيما درت في معك مقروط الكوشه درتو ثاني 4 كيلات تاع سميد تاع القلب اللوز ثاني طول من شف قعد كيما قلب اللوز ياك يتم شاد مده الشربات تاعو هذاك تم مده شاده. المقروط ثاني تم شاد الحبيبات القلاق تم شادين احسن ما انك ما ديريهش. هنا ها هو تعسل الزاوج عسلته هو سخون وزدت بعد الفطور بعد ما كملت كاع في ذا الوقت كان رايح ما صورش في الصحن التقديم لاني كنت قاصبه معناتها مازالو هاك مده هاك شويه ساعتين 3 يروح. المهم ديتو في ذا الوقت ديتو له درتو عاودتو طبخت العسل يعني درجه الغليان. العسل الاول زدت له الماء الزهر وعسل هذا الزوج بزدت له والو يعني نص طايب ونص تاع المشري وخلطتهم مع بعضاهم ما زدت حتى حاجه وبديت نقطص وهو طابخ العسل طابخ يغلي والمقروط هو برد ونخليه كي نقص نخليه مده دقيقتين 3 دقائق نخدم حاجه اخرى ونرجع ليه نعاود ننح وندير واحد اخر وهكذا. وهاي وين حبه نوريها لكم عن قرب يعني الله يبارك. شوفوا الخبز كيفاه يذوب 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 ذوبان يعني الله يبارك حقيقه انبهرت بالنتيجه بهرتني النتيجه الله يبارك ما شاء الله ما توقعتوش يعود كيما هاك صراحه. جربوا البنات وردوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.